هلو. النهارده الفيديو بتاعي بنتكلم فيه عن كريم الاساس من مية سينما ووتر بروف ضد المية يعني. فهو دلوقتي انا اشتريت الكريم ده من كام يوم كده يعني، فحبيت ان انا انقل لكم يعني التجربة بقى، السعر والحجم والصلاحية والكلام ده كله، وكمان هجربه على ايد بنتي دلوقتي عشان نشوف التغطية بتاعته عاملة ازاي. هو زي ما انتوا شايفين الانبوبة بتيجي شكلها كده، معلش هي متكعبلة شوية لان ابني كان بيلعب بيه برضو نفس الحكاية اياها دي. فهو بيجي شكله كده، والعلبة كده هي مش كبيرة قوي، بس انا شايفة ان هي التغطية بتاعتها بتعتبر كويسة برضك نوعا ما بالنسبة لسعرها وكده. فانا شايفة ان الكريم انا شايفاه يعني رأيي ان هو كويس. يعني قيمة مقابل سعر. ممكن نلاقي حاجات اغلى، بس انا شايفة ان هو كويس يعني، انا انبسطت بصراحة بيه يعني. انا كنت شارياه من مكتبة كده في العتبة يعني. هو سعره 35 جنيه، بس في مكاتب تانية بتبيعه ب40، بس هو اقصى حاجة 40 يعني مش بيزيد عن كده. الصلاحية بتاعته طويلة يعني، بص من هو إنتاج 2/1/2024 يخلص 1/1/2029. فأنا شايفة إن هو كمثلا حد ما بيحبش يحط مكياجات قوي، فده سعره كويس قوي بالنسبة له، لأن أنت هتلاقيه في معظم المكاتب هتلاقيه عامل 40 جنيه. فانا شايفه ان هو يعني سعره كويس قوي بالنسبه كواحده ما بتستخدمش مكياجات قوي، فما بتحطش بكميات كتيره وما بتحطش كتير اصلا يعني، المدد بتاعتها مش كتيره. فاحنا بتجيبيه ممكن يقعد معاكي بقى بالكام سنه اهو. فانا شايفه ان هو كويس جدا جدا من حيث الحكايه دي، لان لو هيبقى قليل وكده فالمده بتاعته هتبقى بايخه قوي قوي بالنسبه لو حد مش بيحط كتير، هتلاقيه باظ منها بسرعه يعني. طيب احنا دلوقتي يعني هجرب معاكم الكريم على ايد بنتي، ونشوف كده التغطية بتاعته عاملة ازاي. نقول بسم الله. بصوا انا مش هحط حتة كبيرة لاني انا عايزة اوريكم التغطية بتاعته على كمية قليلة عاملة ازاي. بصوا كده. انا كده محطتش حاجة، انا حطيت يعتبر نقطة صغيرة. بصوا اتوزعت على الايد، انا شايفة ان هو يعني اللون بيعمل على طول، بيفرش على طول في الوش يعني. فانا مش برجح قوي ان يبقى فيه زياده وكده، لان الزياده بتحس ان زي ما يكون الوش مليان جير كده والوش بيبقى لون غير لون الايد، وحاجه بصراحه بتبقى رخمه قوي. او شايفين كده، بص الفرق بين الايد، الجزء المحطوط فيه والجزء التاني اللي مش محطوط فيه. هتلاقي الجزء ده، بصوا هتلاقوا الجزء اللي محطوط فيه دون فاتح، وانا اعتقد يعني التغطيه بتاعته كويسه يعني، انا من رايي يعني. وانا مش خبيرة مكياج، بس انا شايفة ان هو كويس نوعا ما طبعا يعني. بصوا كده. برضو انا عايزة اجرب معاكم كمان الايد التانية. بس في الايد التانية بقى انا عايزة اعمل ايه، عايزة احط كحل، بحيث مثلا ان لو حد مثلا وشه فيه، بحيث مثلا ان لو واحدة عندها تصبغات، عندها بقع نمش حاجة كده، فاحنا هنفترض ان الكحل ده هو الحاجة العيب اللي موجود في الوش، وبناء عليه هحط برضو كمية صغيرة عشان اشوف الدنيا ايه النظام وكده. وبرضو انا شايفة ان لو في تصبغات او حاجة ممكن نحط كام طبقة يعني، بس احنا هنحط الاول واحدة. هو انا اعتقد يعني ان هو مش، هو غطى ماشي، غطى الكحل وكده، بس اعتقد مش قوي يعني. فممكن نكون محتاجين مثلا نحط كام طبقة عليه. وطبعا يعني بصوا كده، ده شكل الايد، هو لون القلم مش باين قوي. ده الايد مقارنة اللي فيها الكحل بالايد التانية اللي ما كانش فيها حاجة خالص، هنعتبرها يعني بشرة صافية وما فيهاش اي مشكلة. فانا شايفة ان الفرق مش كبير قوي، وممكن احنا يعني نزود بس شوية طبقة كمان عشان نغطي لو في اي بقعة او حاجة تتغطى يعني. بس انا شايفه ان هو سعره مناسب جدا للتغطيه دي بصراحه يعني، لان انا جبت حاجات قبل كده وطلعت مش احسن حاجه يعني. فالمنتج ده صراحه انا عجبني، عشان كده انا قمت منزله الفيديو عنه عشان انقل التجربه بتاعتي يعني اللي انا جربتها. هو ممكن يكون حجم العلبه صغير شويه، بس انا شايفه ان هو لما بتحط جزء مش بتحط كتير يعني. فانا شايفه ان هي ممكن تقعد معاك مده حلوه يعني، اللي هيستخدمها تقعد معاه مده كويسه، مش اللي هو هتحط كمية كبيرة أوي وتقعد تعمل وتحط وكتير فهتروح في ساعتها، لأ. وطبعا لأني أنا لما جربته يعني للأسف تحس إن هو ممكن يلم على البشرة تراب وكده.
فانا رايي ان اللي بيستخدمه يحط عليه بودره شفافه، لوس بودر. مش عندك خالص وعندك علبه بودره قديمه، ممكن تعمليها إيه؟ ممكن تفتتيها. انا عملت كده لاني انا طبعا ما بستخدمش المكياجات. عملت ايه؟ جبت البودره، كان عندي علبه بودره قديمه بس مكسره يعني، ففتتها كده بايديا بالراحه كده، فتتها واستخدمتها كلوز بودر ونفعت الصراحه وكانت حلوه جدا. اهم حاجه بس ان انت بتحطي فوقيه حاجه، عشان ايه؟ عشان ما يلمش بقى تراب، ما يلمش شعرايه بتلزق في الوش فكده يعني. فانت بترطبي وشك كويس اوي، وبعد الترطيب بتقومي حاطه بتستني الاول لما الوش يترطب كويس اوي اوي، وتستني كده بتاع يعني ربع ساعه ولا حاجه، وبعد كده بتقومي حاطه الكريم عليه يعني. بس وبعد الكريم بشويه برضه، كل حاجه بتحطيها بتستني 10 دقايق كده ولا حاجه تتشرب بس، وبتقومي حاطه اللوز باودر عليه، فبيديك التغطيه الكامله. برضو قيمه مقابل سعر. ده للناس اللي مش بتحب تجيب الحاجات الغاليه قوي ومش بتحب اصلا المكياجات، فده حاجه كده بسيطه ممكن يغطي بس اي حاجه في الوش. انا شايفه ان هو كويس بصراحه. او ده بص كده، ده شكله، وهو ده شكل الكريم نفسه. هتلاقي ان هو لونه لون الشاي بلبن بني، مش اللي هو الفاتح قوي ولا الغامق قوي. انا شايفه ان الدرجه كويسه قوي على بشره خمريه قمحويه، هيبقى حلو قوي قوي. ولما بتيجي تحطي ميه على وشك وكده عليه، برضك بتبقى انا شايفه ان التغطيه بتفضل، يعني هو فعلا ووتر بروف. يعني انت لما بتحطيه على وشك وبتحطي مثلا بعديه بشويه ميه، مش هو ملمسه كريمي، بس مش بيغير على الوش او بيعمل اثر. انا شايفه ان هو كويس يعني، مش اللي هو انت اول ما تيجي ميه على وشك تلاقي ده ساح وعمل كده شبه العجينه. لا، انا شايفه ان هو كويس، بس للاسف يعني عيبه الوحيد ان هو ايه؟ بيدي ملمس كريمي شويه على البشره. يعني لو واحده بشرتها دهنيه هيضايقها شويه، تحسيه بيعرق شويه البشره، ده عيبه بس كده. لكن بالنسبه للتغطيه والحاجات دي انا شايفه ان هو مناسب جدا وتمام يعني. بصراحه انا عجبني. انت هتلاقيه في اي مكان، مكتبة بتاعت ادوات مكياج كده. السعر بتاعه زي ما قلت لك 35 ل 40، مش هيزيد عن كده. والانبوبة اهي زي ما وريتها لك، مش كبيرة قوي، بس هي يعني بتقضي الغرض. انا شايفة انها بتقضي الغرض كويس قوي مع اي حد يستخدمها يعني. وبس الفيديو بتاعي خلص على كده. لو عجبك بقى ما تنسينيش باللايك والشير وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. لو عندكم استفسار عن اي حاجة، عايزين ننزل لكم اي حاجة تاني، اكتبولي في التعليقات وانا اعمل لكم ريفيو عنها. يلا باي باي.